لو انت معاك بيجو والبطاريه بتاعه الريموت خلصت، السؤال بقى ازاي تفتح العربيه وازاي تغير الحجاره او البطاريه بتاعه الريموت. ركز معايا. مبدئيا ده شكل الريموت اهو، بلاستيك وعليه كروم، وعندك اللوجو بتاع بيجو، وعندك كمان هنا 3 زراير بتتحكم، واحد بتقفل وواحد بتفتح الشنطه سواء كهرباء او عادي، وواحد بتفتح منه العربيه. شايف بقى الحته الصغيره دي بتعملها كده. ولو انت واحد زي حالاتي ما عندكش ضوافر، فيفضل تجيب اي حاجه عشان تزق بيها البتاع ده. كده طلعنا السلاح. تعالى بقى اقول لك هنستعمله في ايه بعد ما نغير البطاريه. هنيجي على الناحيه الثانيه، شايف الجزء ده؟ هتدخل برضو لو انت ما عندكش ضوافر اي حاجه كده وتزق، هيطلع معاك الكفر ده. طلع الكفر، تغير البطاريه وبعد كده تركبه تاني، ومبروك عليك يا معلم. تمام. تعالى بقى اقول لك ازاي بنستعمل السلاح عشان نفتح البيبان والعربيه. ادي يا سيدي الباب، وادي السلاح بتاعنا. هنستعمله ازاي؟ مبدئيا معظم العربيات دلوقتي عليها كفر، بالذات اللي فيها نظام الكيلس انتري. تحت كده هتلاقي فيه فتحه صغيره، هتدخل فيها السن بتاع السلاح كده وتزق، هيطلع معاك الكفر ده. نمسك ده كده وبعد كده ندخل ده كده ونفتح. العربيه فتحت. طبعا هتزمر وتفضحنا بس عادي. مبروك عليك يا معلم.